انا عايزك تركز معايا لان احنا النهارده هنبني تطبيق قيمته 13 مليون دولار في حوالي 20 دقيقة باستخدام اداتين بس انت ان ولافابل، وكل ده من غير ولا سطر كود. الموضوع بسيط جدا وسهل لاي حد يعمله، وبوعدك في اخر الفيديو ده انت هتكون كمان قادر تبني اي تطبيق نفسك فيه. والمثال اللي هنشتغل عليه النهارده هو كال اي اي، وده فيديو صغير لصاحب التطبيق. money do you make? Make $1 million every month. And how old are you? 17. زي ما شفت في الفيديو هو كان بيقول له انت بتكسب كام؟ قال له بكسب مليون دولار كل شهر، وسأله عندك كام سنة؟ قال له 17 سنة. الولد ده عمل تطبيق اسمه كال اي اي، فكرته بسيطة جدا. كل اللي عليك تصور اكلك وهو بيحلل الصورة فورا ويقول لك فيها كام سعرة حرارية، قد ايه بروتين وكرب ودهون، يعني كل اللي انت محتاج تعرفه عن الوجبة اللي انت صورتها له. مش عايزك تتفاجئ لما اقول لك ان التطبيق ده في 4 شهور بس جاب الاف المستخدمين، ودلوقتي بيساعد اكتر من مليون شخص انهم يتتبعوا اكلهم بطريقة صحية. وانت النهارده هتبني التطبيق ده من الصفر معايا خطوة بخطوة. فيلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ خليني اوريك بيشتغل ازاي. انا دلوقتي هفتح الموقع ده الموقع بتاع التطبيق، وعلى طول هروح نازل تحت كده، تمام، وبعت له صورة. اول ما بعت له الصورة بتاعت الوجبة بتاعتي هيروح هو محللها. تعالى كده بعت له الصورة دي، وبكل بساطة هدوس هنا اوبن. هيروح هو محلل الصورة اللي انا بعتها له، هيطلع لي كل حاجة بالتفصيل، وهتشوف معايا دلوقتي اهو. طلع لي كل المكونات بتاعت الصورة، والكل مكون كام سعرة حرارية، كل حاجة اهي، وكم سعرة حرارية وكم جرام بروتين، كم جرام كارب، كم جرام فات. انزل تحت معايا هنا، جاب لي السعرات الحرارية كلها، والوجبة كلها فيها كم جرام بروتين وكربوهيدرات وفاتس. ده بيساعدني ان انا اعرف بسرعة ايه الاكل اللي فيه سعرات حرارية واقدر اشيله من نظامي. دي ببساطة ملخص فكرة التطبيق. طيب اول حاجة محتاج تعملها ايه؟ انا عايز اقول لك حاجة وما تتفاجئش، انا بنيت الموقع ده كله باستخدام برومتات بس، مفيش كود، مفيش تصميم، ولا في برمجة. عايز اوريك دلوقتي كل اللي حصل ورا الكواليس. انا اول دلوقتي ما دخلت على الموقع بتاعي ودخلت له الوجبة اللي انا عايزه احللها، وراح هو على طول بعت الوجبة دي لانت ان، وانت ان حللت الوجبة وعلى طول رجعت لي الاجابه على الموقع بتاعي اللي انا عملته باستخدام لافابل بكل بساطه من غير ما يحصل اي حاجه. زي بالظبط لما تروح لشات جي بي تي وتبعت له اي صوره وتروح قايل له مثلا حلل لي الصوره دي، وشات جي بي تي بيحللها لك على طول ويديك كل التفاصيل. بس احنا بنعمل كل الكلام ده على الويب سايت بتاعنا احنا، علشان كده بنبعت النتائج تاني للاداه اللي اسمها لافابل واللي هي بتعرضها. يمكن الكلام ده انت تحس ان هو معقد شويه، بس انا عايز اقول لك ان هو سهل جدا جدا جدا، وانا هشرح لك خطوه بخطوه ازاي تبنيه دلوقتي. اول حاجه عايزك تعملها تفتح جوجل دوكس، ده اللي هتلاقيه في وصف الفيديو، هتلاقي موجود فيه كل المواقع اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه لافابل، تاني حاجه انت ان، تقدر تدخل عليهم لو انت عمرك ما سجلت عليهم قبل كده. ولو لسه متعرفنيش، انا عمر الفاوندر لشركه سمارت ماتريكس، بساعد رواد الاعمال واصحاب البيزنس انهم يدخلوا الذكاء الاصطناعي والاتمته في شغلهم عشان يزودوا ارباحهم، يوفروا وقت ويوفروا فلوس ومجهود. نبدا بقى. اول خطوه افتح موقع لافابل. الموقع ده بتكتب له برومبت بسيط وهو بيبني لك موقع كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي، كانك بالظبط بتتكلم مع شات جي بي تي. في ملف جوجل دوكس هتلاقيني سايب لك برومبت جاهز. انسخ البرومبت ده اللي هو مكتوب عليه فوقيه لافابل برومبت كرييت اب، تروح واخده كوبي من هنا ورايح للافابل ومدي لافابل البرومبت ده وتروح باعته له. البرومبت ده بسيط جدا، انا اصلا كنت طالب البرومبت ده من شات جي بي تي ان هو يكتبه لي علشان يبني لي التطبيق ده. وبمجرد ما تبعت البرومبت ده للافابل، انا بعته دلوقتي، هياخد من دقيقه لدقيقتين. بعد ما يخلص بناء التطبيق هشوف شكل التطبيق اللي هو عمله، وبعد كده اقرر انا عايز اعمل ايه مع التطبيق ده. لافابل خد دقيقتين عشان يبني التطبيق ده. والاجمد انك تقدر تيجي هنا عند الببلش دي وتدوس عليها، تنزل تحت على اليمين هتلاقي ببلش برضو، تروح دايس عليها. وبعد ما تدوس عليها هتقدر دلوقتي تبعت الويب سايت ده بتاعك لاهلك، لاصحابك، او حتى للمستثمرين اللي هيشتروا منك الويب سايت ده. ودلوقتي خلاص اداني لينك، انا هدوس على اللينك ده هيدخلني على الويب سايت، دخلني عليه. دلوقتي اقدر افتح الويب سايت ده من اي متصفح وابعته لاي حد. بس انا ثانية واحدة، انا مش عاجبني الشكل ده. فانا بكل بساطة لو مش عاجبني شكل الويب سايت بتاعي، فانا هاخد سكرين شوت كده وهروح لشات جي بي تي وابعت له كده السكرين شوت، واروح راجع لجوجل دوكس
وانزل كده تحت شويه هتلاقي مكتوب في فيكس ديزاين ايشوز وذ شات جي بي تي، ومكتوب هنا البرومت. هتروح واخده كوبي وتروح رايح لشات جي بي تي، تروح مديهوله وتروح بعته. ده معناه ايه اللي انا كتبته له ده؟ انا بقول له roast this web design and tell me how to fix it, give answer in one paragraph. ده معناه ايه؟ معناه انا بقول له انقد التصميم ده وعرفني ازاي اصلحه واديني الاجابه في فقره واحده، لان انا عايز برومت واحد بسيط اديه دلوقتي اللافابل عشان يعدل. فانا هرجع تاني اللافابل واجي هنا عند الشات على الشمال، اروح مديله البرومت، واللافابل دلوقتي هيعدل كل التعديلات اللي شات جي بي تي قال له عليها، واستناه كده يخلص التعديلات بتاعته. لو خدت بالك اللافابل غير في الخلفيه بتاعت الشكل كده، هي مش واضحه قوي. انا ممكن دلوقتي اخده سكرين تاني واروح لشات جي بي تي واخليه يغيره تاني، بس عشان ما اطولش عليك الفيديو انت تقدر تعمل كده لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. بس انا بالنسبه لي الشكل ده تمام، ما عنديش اي مانع فيه. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هبعت له دلوقتي صوره. هاجي هنا تحت وادوس على تشوز فايل دي، واروح مديله الصوره بتاعت الوجبه اللي انا عايزه يحللها لي. اروح دايس هنا، انا مسميها ديش، واروح دايس اوبن. المفروض دلوقتي هو يحلل لي الوجبه دي. حلل لي الوجبه، طلع لي البروتين، طلع لي الكاربس، طلع لي الفات، واهو عرفني من كل واحده فيها بروتين قد ايه، فيها كارب قد ايه، فيها فات قد ايه، وجاب لي السعرات الحراريه. حلو قوي. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا عندنا دلوقتي مشكله بسيطه، الا وهي ان انا لو بعت له اي صوره هيطلع لي نفس الاجابه وممكن ما يطلعليش ادق اجابه. فانا احل الحكايه دي ازاي؟ فانا هروح دلوقتي لانت ان، ولو ما عندكش حساب على انت ان فانت هتعمل تسجيل دخول بكل بساطه، هيدوك 14 يوم فري. بعد ما تعمل تسجيل دخول هتدوس هنا كرييت ورك فلو. بعد ما تدخل على انت ان على الكانفاس بتاع انت ان الشكل ده، هتروح داس هنا اد فيرست ستيب، تروح باحث على حاجه اسمها ويب هوك. اهي ادي الويب هوك، تروح دايس عليه. بعد ما تدخل على الويب هوك دي هتلاقي HTTP method، هتروح مخليها من جيت هتخليها بوست. تمام. وتروح جاي هنا عند الباث ده، انا ممكن اغيره، اكتب مثلا اي حاجه وليكن عمر اي اي. كتبت عمر اي اي. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ هعمل هنا listen for test event، هدوس على listen for test event دي، تروح راجع لجوجل دوكس، تنزل تحت شويه هتلاقي مكتوب lovable how to handle photo uploads، واروح واخد ده كوبي كده من هنا. حلو. هتنزل تحت شويه كمان، وانا كده هاخده كوبي، واروح راجع للافابل، جاي هنا عند لافابل بعتهوله. بس قبل ما تبعت ركز على حاجه بسيطه جدا، الا وهو ان انت هتطلع فوق وهتغير ده، هتغير الويب هوك ده الويب هوك بتاعي. انت هتروح عامل ايه؟ هتروح داخل على انت ان وتروح دايس ليسن فور تيست ايفنت تاني، تروح جاي هنا مكتوب هنا اهو كليكت كوبي، تروح دايس عليه، رايح للافابل، ماسح الويب هوك بتاعنا وتروح حاطط الويب هوك بتاعك انت. تمام. تروح بعته. دلوقتي هو هيتوصل بانت ان، وبعد ما يتوصل بانت ان هنتاكد هل اي صوره بنبعتها له هنا بتوصل على انت ان ورا، عشان انت ان يستخدم المخ بتاعه ويروح على طول عامل لنا التحليل القوي للصوره بتاعتنا. ادي دلوقتي اللافابل خلص، والمفروض دلوقتي اي صوره ابعتها هنا هدوس عند تشوز فايل دي تروح واصله على طول لانت ان ورا. طب تعالى كده اروح لانت ان واتاكد ان انا ادوس listen for test event تاني، ارجع للافابل واروح باعت له هنا الصوره. تعالى كده اها ادي ديش سوق الوجبه، وارجع تاني لانت ان، وادي الصوره وصلت، ادوس فيو، ادي الصوره على طول اللي انا بعتها في لافابل وصلت لانت ان. انا دلوقتي لو جيت عند لافابل بيقول لي ان هو فشل في تحليل الصوره. ده طبيعي جدا ان هو يفشل في تحليل الصوره، لان لسه انت ان اصلا ما حللهاش وبعت له التحليل. فده ما تقلقش لو حصلت معاك كده، حصل معايا دلوقتي وما فيهاش اي حاجه. الخطوه الجايه هنعمل ايه؟ كده الصوره وصلت بامان لانت ان، انا هاجي هنا عند انت ان وهخليه بقى يحللها. هي كده وصلت، مين بقى اللي هيحللها؟ الاي اي ايجنت. فانا هاجي هنا عند علامه الزائد دي واروح باحث على اي اي ايجنت، ادي اي اي ايجنت. بعد ما ادخل على الاي اي ايجنت ده هلاقي عندي هنا كونكتد تشات تريجر نود، فانا هخليها ديفاين بلو. بعد ما اخليها ديفاين بلو هروح راجع على جوجل دوكس اللي انا سايبه لك، تنزل تحت كده شويه هتلاقي مكتوب انت ان ايجنت برومبت، تروح واخده كده كوبي وتروح رايح لانت ان، تروح كاتب له نفس البرومبت ده.
هنا كده تروح عامل له بيست للبرومت اللي انت خدته من جوجل دوكس. هتلاقي هنا حاجه عندك اسمها require specific output format، هتفعلها وتنزل تحت كده شويه هتلاقي add option. هتروح جاي هنا عند automatically path through binary images، هتفعلها برضو. بعد ما تفعل كل الحاجات دي هتروح خارج من هنا جاي عند الشات موديل دي، علامه الزائد دي بتاعت الشات موديل، تروح دايس عليها، تروح كاتب في البحث open AI. ادي open AI chat model. هيقول لك اول حاجه credential to connect with، هتروح دايس عليها، دايس create new credential. هتلاقي طالب منك حاجه اسمها API key. طب تجيب ال API key ده منين؟ تروح داخل على الاوبن دوكس الحمراء دي. بعد ما تدخل على الاوبن دوكس تنزل تحت شويه كمان هتلاقي المتطلبات ايه. اول حاجه ادي اهو ال API key بيقول لك المتطلبات ايه. اعمل اكونت على جوجل على اوبن AI. حلو، انا هتدوس هنا وبعد كده هتروح عامل اكونت على اوبن AI توصله بالايميل بتاعك. انا كده كده عامل اكونت بس بعرفك هتعمله ازاي. تيجي هنا عند تاني حاجه بيقول لك API keys، او افتح الصفحه بتاعت ال API keys. انا هدخل عليها وبعد ما ادخل عليها هيروح جايب لي هنا كرييت اهي، كرييت نيو سيكريت كي. اروح دايس عليها ومسميه اي اسم، وليكن مثلا انا مسميه init. هو هنا بيقول لك اديله اسم قبل ما تعمل له كرييت، قبل ما تعمله. وهدوس كرييت سيكريت كي. هيديني دلوقتي ادي الاي بي اي كي بتاعي ده. راح دايس كوبي وراجع لانت ان مديهوله وراح دايس سيف هنا. هتلاقي اهو بعت لي ايه اهو كونكشن تيستد سكسسفولي. اخد كده كده كل حاجه اتوصلت، الدنيا كده تمام. راح خارج منه وبعد ما اخرج منه تعالى كده نعمل اول حاجه هنا. تعالى كده عند الويب هوك ده واعمل له بن من الداتا دي. استنى كده، تعالى كده بس اجي عند الويب هوك ده واعمل للبن ده. بص انا دوست على الويب هوك هنا، دوست كليك شمال واروح جاي هنا عند البن دايس عليها، او ادوس على بي اللي في الكيبورد. انا ليه دوست على البن دي؟ بكل بساطه انا دوست على البن دي لان انا كل شويه هبقى عايز اجرب هل انا ماشي صح، هل هو بيحلل الصوره صح، هل في اي مشكله. طيب انا عشان اجرب انا لسه قايل لك من شويه روح اعمل هنا حاجه اسمها listen for test event عشان الصوره توصل من هنا اللي بعتناها هناك في لافابل. طيب هل انا كل شويه هعمل listen for test event واروح ابعت الصوره لافابل عشان اجرب؟ لا، انا مش عايز اضيع كل الوقت ده. انا بعمل البن عشان على طول الصوره تفضل محفوظه عندي هنا وافضل اجرب من غير ما اروح للافابل تاني وابعتها. تعالى كده ادوس على هنا دي، او اجي هنا عند execute work flow ادوس عليها ونشوف ايه اللي هيخرجه. دلوقتي هو بيحلل الصوره اللي انا اديتها له وهيظهر معايا مشكله بسيطه، الا وان هو هيحلل لي الصوره دي في شكل تكست. بص حلل لي الصوره دي في شكل تكست، المشكله اللي انا قلت لك عليها. بس لافابل ما بيفهمش الحاجات دي. انا دلوقتي محتاج ابعت للافابل شكل منظم، شكل على هيئه جيسون عشان يفهمه. طب ايه الجيسون ده؟ برضه ما تشغلش بالك بالكلام ده كله. انت كل اللي هتعمله بسيط جدا. هتيجي عند اوتبوت باسر تدوس على علامه الزائد دي، تروح جاي هنا عند structured output parser. بعد ما تدوس عليها تروح ماسح كل الحاجات دي وهو بص مكتوب ايه جيسون اكزامبل. مش عايزك تشغل بالك بالكلام ده كله. هتروح دلوقتي على جوجل دوكس تروح نازل كده تحت init in agent format، تروح واخد ده كوبي كده. بعد ما تاخده كوبي تروح راجع ل init in عامل له بيست هنا كده. الدنيا بقت تمام. نعمل تاني execute workflow. هتلاقيه دلوقتي خرج لك الشكل الجيسون اللي انا مديتهوله هنا كمثال، والشكل ده هيبقى كويس جدا. تعالى عشان لافابل يفهمه اهو، هو ده الشكل اللي هو طلعه لي، شكل قوي جدا قوي جدا. هو ده شكل الجيسون بس هو دلوقتي معمول في مربعات كده او في قوالب عشان انا عامله من هنا فوق سكيما، وعندك هنا حاجه اسمها تيبل وعندك الجيسون. فهو ده الشكل الجيسون اللي انا كنت عايزه يخرج لي، شكل قوي جدا. الخطوه الجايه ايه؟ تعالى كده اروح للافابل. تعالى كده اول حاجه اعمل له publish من هنا. هدوس على كلمة publish دي واجي عند كلمة update، اروح جاي هنا فاتحه. اقدر افتحه من اي متصفح وابعته لاي حد. انزل كده تحت تمام. وعايز دلوقتي ابعت له فايل، بس قبل ما ابعت له فايل هرجع لانت ان واروح جاي هنا كده عامل ايه execute workflow. حلو، لا ثواني. هو دلوقتي بص ليه كمل الورك فلو؟ لان انا كده كده حافظ البيانات، فانا ده مش انا ده اللي انا عايزه. انا هوقف الورك فلو كده وادخل هنا عند الويب هوك واشيل البن اللي انا عاملها له. مش هينفع اشيلها من هنا، فانا هخرج هروح جاي كده دايس كليك شمال واروح دايس اون بن. كده البن اتشالت. هعمل هنا execute workflow.
هرجع دلوقتي للموقع بتاعي واروح دايس هنا تشوز فايل، واروح جاي عند ديش اللي هو الوجبة بتاعتي، واروح دايس اوبن واستناه يحللها. هيظهر معايا مشكلة، وانا كنت متأكد ان هيظهر معايا مشكلة تاني، بيقول لي ان هو فشل. طب ليه فشل؟ تعالى كده هرجع لانت ان عشان انا عملت خطأ. ايه هو؟ انا هاجي هنا واروح دايس respond to webhook. ادي respond to webhook، جميل جدا. وهاجي هنا عند الويب هوك ده وهخلي دي using respond to webhook node. تمام، حلو. طيب تعالى كده نجرب ندوس execute workflow وارجع تاني للافابل، اعمل له refresh وانزل تحت وادوس هنا عند choose file. اجي هنا عند dish الصورة بتاعتنا وارجع ل init ادي هو اشتغل تمام. ارجع للافابل، المفروض يكون طلع الاجابة. طب تعالى كده. طيب انا رحت دلوقتي اللافابل تاني وقلت له اتاكد ان انت هتاخد اجابه من الريسبوند تو ويب هوك نود اللي انا ضفتها جديد في انت ان، وابعتها له. وهرجع دلوقتي لانت ان، هي دي النود. حلو، وادوس اكسكيوت ورك فلو واروح تاني ل لافابل. حلو، بيقول لي ان هو عالج الخطأ وبيعمل له دلوقتي اديتنج، بيعدله. تمام، تعالى بقى اعمل ريلود من هنا واروح باعت له صورة open. هو ده بقى، هو ده الكلام اهو. بعت بعت الإجابة، بعت الإجابة بالتفصيل. صدقني مش مهم، مش مهم خالص ان انت تقعد يجيلك اخطاء وتخطأ ويحصل اي حاجة. اهم حاجة ان انت ما تسيبش الخطأ وتفضل تروح تدور عليه وتبحث عليه. انا كنت بكل بساطة اقدر اوريك ان هي بتظبط من اول مرة، بس هي ما بتظبطش من اول مرة. هي ما بتظبطش من اول مرة، هي بتقعد تخطأ وتروح تدور على الإجابة وتخطأ وتروح تدور على الحل لحد ما توصل للحل النهائي. والافضل ان انت تكون بتعرف تعالج الاخطاء اللي بتظهر معاك. ليه؟ لان انت لو ما بتعرفش تعالج الاخطاء اللي بتظهر معاك، اي خطأ ممكن يظهر معاك في اي وقت على طول هتبقى ده بالنسبه لك خلاص. انا ما عرفتش اعمل اتعامل مع الخطأ ده، فانا كده اللي شفته ده كذب ومش هعرف اتعامل معاه، فخلاص استسلم ومفيش اي حاجه. لكن لازم على طول اي خطأ يظهر معاك على طول تحاول انك تصلحه وتروح تبحث، تسأل شات جي بي تي، تسأل اي حاجه، وكده كل حاجه تمام. بيظهر لي الاجابه هنا. بس عايزين بقى ناخد ده للنكست ليفل، للليفل الاعلى، ان احنا نعمل ايه؟ نخليه اي حد يقدر يستخدمه. فانا هدخل على انت ان وادوس هنا اعمل له اكتف. تمام، وبعد ما اعمله اكتف بكل بساطه هاجي هنا عند الويب هوك واروح جاي هنا مختار برودكشن يو ار ال واروح دايس عليه كوبي واروح راجع للافابل. انا كتبت له ايه؟ بقول له غير الويب هوك ده للي هبعته لك دلوقتي. حلو، وهو ده البرودكشن برودكشن يو ار ال بتاع الويب هوك. هبعته له كده، هو هيغيره. وبعد ما يغيره دلوقتي بقى النظام بتاعي ده شغال على طول، معمول له اكتف، اي حد يقدر يستخدمه في اي وقت. ده فابل دلوقتي هيغيره. بعد ما يغيره اهو بص بيعمل له اديتنج. هروح انا جاي هنا عند ببلش دايس عليها وعامل له ابديت. حلو قوي، تعالى كده اعمل له ابديت. ادي ابديت. وبعد ما يخلص دلوقتي الابديتنج هروح اروح داخل دلوقتي على الويب سايت ادرس بتاعي اهو. دلوقتي اتعمل له ابديت، ودلوقتي الويب سايت ده انت تقدر تبعته لاي حد، اي حد يقدر يستخدمه بكل بساطه. تعالى بقى كده نجرب تاني. دلوقتي انا مش محتاج اروح على انت ان واعمل اكسكيوت ورك فلو لان هو خلاص بقى معمول له اكتف واي حد يقدر يستخدمه في اي وقت. بس تعالى كده اجرب اتاكد ان كل حاجه تمام عشان لو في خطأ نعالجه دلوقتي. ادوس هنا تشوز فايل وبعد كده ابعت له تمام. تعالى كده ابعت له صورة تانية. ادي صورة همبرجر. تعالى نشوف هيعمل ايه. اهو بقى بيطلع الاجابة بكل بساطة. بيطلع ادي السعرات الحرارية، البروتين، الكاربس، الفات،
كل حاجة وكل حاجة بالتفصيل، المكونات، كل مكون فيه كام سعرة، فيه كام جرام بروتين، فيه كام جرام كارب، فيه كام جرام فات، عشان تقدر تطلع المكونات اللي انت شايفها في اكلك فيها سعرات حرارية كتير. بس خلي بالك ان اي حد هتبعت له اللينك ده هيستخدم الويب سايت اللي انت عملته، هيستهلك من الاي بي اي توكنز بتوعك. ايه الاي بي اي توكنز ده؟ فاكر لما جينا هنا عند عند الايجنت، وجينا عند اللي هو الشات موديل، وجينا عند اوبن اي اي اكونت، وعملت كرييت نيو كريدنشال، الاي بي اي ده انت بتبقى لازم تشحنه ب$5 على الاقل علشان تقدر تستخدمه. واي حد بيستخدم الويب سايت بتاعك بيستهلك من الاي بي اي توكنز بتوعك، فخلي بالك. فتأكد انك عامل حماية او تسجيل دخول للويب سايت بتاعك. ولو عايز تتعلم ازاي تعمل حماية او تسجيل دخول للويب سايت بتاعك وتخليه ابليكيشن بالفعل حقيقي يقدر اي حد يستخدمه وتجيب منه فلوس، مش نفس المثال ده، اي مثال في دماغك عايز تطبقه، يبقى استناني الفيديو الجاي وقول لي لو عايز انزل فيديو ازاي تعمل الخطوات دي كلها بالتفصيل.